الفترة الأخيرة انتشر على السوشيال ميديا صورة جديدة للسيد المسيح نبي الله عيسى بن مريم عليهما السلام. الصورة دي عملت جدل كبير جدا، خصوصا ان الصورة دي تختلف عن الصورة اللي العالم اتعود يشوفها في الرسومات والأفلام. الشعر الأشقر، العيون الزرقاء، البشرة البيضاء. دراسات منشورة في جامعة ساوث كارولينا الأمريكية كشفت ان الصورة الشائعة للمسيح ظهرت في أربعينيات القرن الماضي، وده كان على إيد رسام اسمه وونر سلومان، كان بيشتغل في مجال البطاقات والتقويمات الميلادية، وده لصالح شركات مسيحية. طب منين جت فكرة تصوير المسيح بالشكل ده؟ بيعتقد إن بدايات صورة المسيح كانت أسطورة قديمة تعرف باسم منديل القديسة فرونيكا. الأسطورة دي كانت بتقول إن القديسة مسحت وجه المسيح أثناء صلبه، واحتفظت بالمنديل ده اللي ظهر عليه وشه، خاصة عن طريق علم يعرف باسم الأنثروبيولوجي الجينيائي. بيستخدم عادة لإعادة بناء الوجوه من الجماجم القديمة. الخبير ريتشارد نيل من جامعة مانشستر البريطانية عمل دراسة لجماجم اليهود في منطقة الجليل اللي عاشوا في الحقبة الزمنية اللي يعتقد أن السيد المسيح عاش فيها، وتمكن من إعادة تشكيل وجه يعتقد أنه أقرب ما يكون لملامح السيد المسيح. ظهر بوجه عريض وبشرة سمراء وشعر أسود مجعد وعينين داكنتين، ودي ملامح رجال من الشرق الأوسط، ودي من المنطقة اللي اتولد فيها السيد المسيح. ومع ظهور أدلة جديدة وجدت في مدينة سورية سنة 235 ميلادي ظهر رسم من غير لحية وبملامح شرقية أوسطية. في كمان صورة اكتشفوها في صعيد مصر ظهرت المسيح بلون داكن وشعر مجعد. في النهاية حابة أقول لكم إن هدف الحلقة النهاردة هو البحث والتأمل مش التشكيك، وإن السيد المسيح هيفضل لمكانة وقدسية كبيرة في جميع الديانات السماوية.